السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل سبق لك وتخيلت يوما بأنك تملك قوة خارقة لا يملكها أحد على كوكب الأرض؟ وطبعا هنا لا أقصد تلك القوى الخارقة كالتخفي أو الطيران أو عبور الجدران. ما أعنيه هنا هو مجرد مهارات شائعة بين الناس، ولكنها نادرة جدا. إليك 5 اختبارات لتكتشف إن كنت من المميزين الذين نقصدهم. أولا، الأصابع الحساسة. فلنبدأ بهذا الاختبار البسيط. ضع كفيك على بعضهم البعض كما تشاهد، ثم اطوي الأصابع الوسطى. حاول أن تباعد أصابع البنصر عن بعضهم البعض، أما باقي الأصابع فابقها ملتصقة. إن استطعت فعل هذا فأنت مميز، يعني أن لديك قوة خارقة كامنة بداخلك. ثانيا، قبضة الفم الكبيرة. حاول التركيز بمنتصف الشاشة واسترخي تماما. الآن افتح فمك إلى الحد الأقصى وحاول أن تضع قبضة يدك في فمك. إذ لم تنجح فلا داعي للقلق، لأن معظم الناس لا ينجحون في هذا الاختبار، وبعضهم يتمكن من إدخال نصف أو ربع قبضة. وقبل أن أنسى، من نجح بالاختبار ودخلت قبضة يده بالكامل إلى داخل فمه قد تعاني من مشكلة عويصة، وهي بكيفية إخراجها من فمك، ناهيك عن سخرية الأطباء منك ومن هم من حولك. ثالثا، المرونة. في هذا الاختبار عليك استخدام إبهامك. حاول أن تلامس إبهامك برسغك، وعلى الأغلب لن تستطيع فعلها لأنها مهارة نادرة جدا، وإن كنت لا تعرفها ونجحت بها فأنت إنسان مميز، وطبعا ستكون مفاجأة غريبة لأصدقائك، وفي بعض الأحيان تستطيع أن تكسب بها أصدقاء جدد. رابعا، لسان الكوبرا. ربما بعضكم لديه القدرة على أن يبصق لمسافة تتجاوز 3 أقدام على طريقة أسلوب كوبرا، وفي حال تمكنت من هذا فتهانينا لك، أنت بطل. وإن كنت لا تعلم السبب فإليك التفسير، طبعا تفسير بسيط. أسفل لساننا يوجد غدد لعابية قادرة على إفراز اللعاب بسرعة مذهلة، وفي بعض الأحيان تحصل هذه الحالة بشكل عفوي وأنت عند طبيب الأسنان، ولكن إن كنت قادرا على أن تتحكم بها فأنت بالفعل شخص مميز. خامسا، جحوظ العينين. فقط 13 شخص على كوكب الأرض لديهم هذه المقدرة. هل تستطيع فعل هذا؟ نصيحة إياك أن تجربها، فهذا يتطلب منك أن تمتلك عضلات وأوتار مرنة في عينيك، وإلا ستكون النتيجة وخيمة. هكذا نكون قد وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى أن يكون قد أعجبك، ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك معنا في القناة لتبقى على تواصل مع كل جديد. شكرا لكم ولمتابعتكم الكريمة.